من أكتر المشاكل اللي بتواجهنا في فترة الشتاء بمختلف الأعمار سواء كبار أو صغيرين هي أكيد جفاف البشرة. وجفاف البشرة مش بس بيكون عبارة عن قشور، لا كمان ساعات كتير بيكون مؤلم ومصاحب لحكة، وطبعا ده بيؤدي إن حاجز البشرة يحصل له ضرر. ومن هنا اختيار مرطبات للبشرة في فترة الشتاء مش رفاهية أبدا، بالعكس احنا لازم نكون بنختار مرطب بيحافظ على الترطيب الداخلي للبشرة ويمنع كمان تبخر أي مية على جلدنا عشان يفضل شكله صحي. الطبقة الخارجية للجلد اسمها ستراتم كورنيوم، والطبقة ديت وظيفتها الأساسية إنها عامل الحماية الأول ضد أي عوامل خارجية ممكن تأثر على بشرتنا أو يحصل لها ضرر، وبتحافظ طبعا على الترطيب الداخلي. لما بشرتك بتتعرض لجفاف الستراتم كورنيوم أو الطبقة ديت بيحصل لها ضرر كبير، فبالتالي بيحصل إن المية دايما بتتبخر، وهنا يجي دور المرطب بتاعنا إن احنا نكون بنعرف نختاره صح. المرطب بتاعنا عشان نختاره صح لازم يكون جواه 3 عناصر. أول عنصر الإيمولينت أو مطريات الجلد، اشهر مثل الشيا باتر او زبده الشيا زي ما احنا شايفين. تاني عنصر بنختار على اساسه المرطب هو ان يكون فيه اوكلوسيفز، ودي عباره عن مواد بتمنع تبخر الميه الداخليه للخارج، فبالتالي بتحافظ على ترطيب البشره. واشهر مثل ليها طبعا هو البيز واكس او اي زيوت عامه، يعني الشمع والزيوت. واخر عنصر بنختار على اساسه ان المرطب بتاعنا يكون فيه هيوماكتنت، ودي الحاجات اللي بتمتص الميه من الخارج وتضيفها الى الجلد، وطبعا زي الهيالورونيك اسيد يعتبر هو اكبر مثل ممكن نقول عليه، والجليسرين كمان. هيخلي الصوره اوضح واحنا بنختار المرطب المناسب ليك. صباحكم فل ومساءكم هنا. هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة اسمها المنتج وبديله. زي ما احنا متفقين ان الشركات الداعمة للكيان الصهيوني هيتم مقاطعتها، فبالتالي احنا محتاجين نعرف ايه المنتجات اللي احنا بنستخدمها دعمة للكيان اياه ده، وعايزين نستبدلها بمنتجات تانية فعلا ليها نفس الكفاءة، وسواء مصرية كورية او ايا كان المنشأ بتاعها، المهم انها ما تبقاش ليها علاقة بالقضية اللي شغلانا كلنا. وما تستهونوش بالموضوع ده خالص يا جماعة، لان فعلا اسهم الشركات بقت في النازل، وان احنا كلنا مع بعض نتكاتف عشان نحمي اخواتنا في كل حته، فاكيد الموضوع هيفرق كتير. في الحلقه ديت انا هشرح لكم، بما اننا داخلين على فصل الشتاء، المرطبات. واهم مرطب كنا بنستخدمه الفتره اللي فاتت هو لاروش بوسيه اللي بيكار، والبديل بتاعه الشان بودي ميلك. فيلا نبدا مع بعض على طول. واللي مش عارفني انا دكتور ناديه، ما تنسونيش في السبسكرايب، ويلا بينا. شرحنا اهم المعايير اللي بنختار بيها المرطبات بتاعتنا. كان اكتر مرطب بيستخدم هو اللي بيكار من شركه لاروش بوسيه، واللي بيكار بيدي ترطيب 48 ساعه ومناسب جدا للبشره الجافه المعرضه للحساسيه او البشره الجافه الحساسه. وتعالوا نستعرض اهم المواد الفعاله اللي موجوده جوه المرطب عشان لما نقول البديل نعرف ان القصه واحده. اهم حاجه هو معمول من الشيا باتر، واحنا قلنا ان ده ايمولينت مهم يكون موجود جوه المرطب بتاعنا. تاني حاجه النياسيناميد، وطبعا ده مهم جدا للبشره الحساسه والجافه، ينفع يستخدموه الاطفال والكبار على الوجه وكمان على الجسد. وزي ما قلنا اهم ماده فعاله فيه هي الشيا باتر، وجايه في اول التركيبه زي ما احنا شايفين، وفي جليسرين واحنا قلنا برده ده مهم، وفي النياسيناميد ودي ميزه كبيره جدا ان احنا نستخدمها خصوصا بعد الشاور. وطبعا المواد الفعاله الباقيه اللي فيه هي برضو عباره عن حاجات بتحافظ على ترطيب الجلد. وبعد ما خلصنا شرح اللي بيكار من لاروش بوسيه، خلينا دلوقتي ندخل على البديل بتاعه وهو الشان بودي ميلك، وهقول لكم تجربتي الفعليه معاه. متحيزه لشركه باركفيل جدا لانها من احب الشركات الى قلبي، والشان بودي ميلك بتاعهم بقى مختلف تماما. احنا كنا قايلين ان اللاروش بيدي ترطيب 48 ساعه، الشان جل بيدي ترطيب 72 ساعه، فده معناه انه اكبر. تاني حاجه هو 300 مللي وسعره 175 جنيه بس، وده طبعا يعتبر سعر كويس جدا واي حد يقدر يستخدمه. من اهم بقى المواد اللي فعاله اللي فيه، وده الجميل، ان جواه سيراميدز، هيالورونيك اسيد، شيا باتر، نياسيناميد، وكمان هو خالي من العطور والبارابين. اما بتاع لاروش كان فيه، يعني في المقارنه اللي فاتت لو احنا بصينا عليها تاني هنلاقي ان هو موجود فيه الكحول وموجود فيه فراجرنس وموجود فيه بارابين. ده بالنسبه للاروش. طبعا بنستخدمه بعد الشاور على طول، ده بيدي ترطيب ممتاز لمده 72 ساعه. وزي ما انتم شايفين الريفيوز على الويب سايت فوق الهايله، واكتر تقريبا ريفيوز بتقول ان هو احسن مرطب استخدموه. وانا شخصيا هقول لكم دلوقتي تجربتي الحيه بعد استخدام المرطب دوت تقريبا اكتر من شهرين. وهسيبكم دلوقتي مع شويه ريفيوهات برضو تبصوا عليها عشان تعرفوا قد ايه الموضوع يستحق التجربه ويستحق ان احنا نبدل اي حاجه اجنبيه بنستخدمها. والشان بودي ميلك معمول بتقنيه اسمها البنتا فايتن، ودي عباره عن تقنيه بتحافظ على المويستشر او الترطيب جوه الجلد لمده 72 ساعه زي ما احنا قايلين، يعني ترطيب عميق. ومش بس كده، هي بتحافظ على التوازن بتاع الطبقه الخارجيه للجلد، فبتخليه مترطب بشكل جيد، شكل الجلد صحي وبدون علامات جفاف.
اما بقى عن تجربتي الفعليه مع الشام بودي ميلك، هو من اكتر الحاجات اللي انا بحبها صيف وشتاء، مش شتاء بس، لان هو نون جريسي يعني مش بيلزق، وهنجربه دلوقتي مع بعض عشان تشوفوا قد ايه ان هو فعلا مش بيلزق خالص خالص، وامتصاصه سريع جدا وينفع للكبار وللاطفال، وطبعا لاي حد بيعاني من الحكه الجلديه او الالتهاب هيكون مفيد ليه قوي. وزي ما احنا شايفين امتصاصه بسرعه جدا ومش بيسيب اي مظهر من تلزيق او تحس مثلا ان هو زي الفازلين، لا خالص، او مع العلم ان برده الفازلين من الحاجات اللي المفروض ان احنا نقطعها يعني، فخلينا نحط لها برده بدايل. وانا بقول لكم فعلا الشام بودي ميلك اللي هيستخدمه كمرطب ومعالج لاي حكه مش هيحتاج حاجه ثانيه خالص. هستنى منكم في الكومنتس تقولوا لي عايزين ايه المنتج اللي بتستخدموه وبديله اللي انتم محتاجينه، او ايه بديل كذا مثلا وانا اقول لكم، ونعمل سلسله كامله للموضوع دوت بحيث انها تفيدنا كلنا وتساعد اكيد اخواتنا في كل حته. فهستنى منكم اللايك والسبسكرايب والشير، وهستناكم طبعا تكتبوا لي رايكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه.